أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. باسم الأستاذ محمود نافع رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وباسم كل العاملين في المؤسسة، وباسم كل العاملين في جريدة الجمهورية، نرحب ونشد على يدي فضيلة الشيخ محمد حسان، ولا نزكي على الله أحدا، لكننا نقول لعل الله ينفع به الإسلام والمسلمين إن شاء الله. حوارنا في العدد الأسبوعي ليس من وليد المصادفة أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد حسان، وهو العالم الفاضل صاحب العلم والرؤية الوسطية، لأن هناك كثيرا من الضغوط والحروب التي تحاول الإساءة إلى المسلمين من خلال الإساءة إلى فهم معنى الإسلام. ولا أقول الإساءة إلى الإسلام، لأنني سأستعير كلمة من الشيخ حسان بأن الإسلام أعزه الله فلا يسيء إليه أحد إن شاء الله. حتى ندخل في الموضوع مباشرة، لأن أعلم أن القضايا ستكون مثيرة وساخنة. أحب أن أوضح أننا سنكتفي ب5 محاور حتى لا يتشعب الأمر ويزيد عن إمكانية النشر. المحور الأول عن السلفيين. السلفيون من هم؟ وماذا يريدون بمصر؟ هل هناك انشقاق في صفوف السلفيين؟ أصبحنا نسمع أن هذا سلفي متطرف، هذا سلفي معتدل. الشيخ محمد حسان يصنفونه على أنه سلفي من منهج الوسطية. ما هي حقيقة هذا الكلام عن السلفية والسلفيين؟ وأنا يمكن مش عاوز أبحر كثيرا، ولكن في نفس القضية لاحظت أن بروز التيار السلفي عادة يأتي بعد أزمات. فلعل أهل الحديث والأثر في العصر العباسي ظهروا بشكل قوي جدا من خلال فتنة المعتزلة، والإمام ابن حنبل الذي تعرض لأزمة. احنا بنخرج صحيح، ولكن أنا بس بدي قضية ليه لماذا السلفيين الآن، وقضية فتنة خلق القرآن. ثم جاء ابن تيمية في عصر كان فيه الإسلام بيتعرض لأزمة المغول. ثم جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب في لحظة أفول الدولة العثمانية. ويبدو أنه قدرنا الآن أن نجد بروزا جديدا للسلفية في فترة ما بعد الثورة، السلفيون والثورة. وهذه القضية بالذات كانت محل إشكالية حقيقية، أن من أدبيات السلفيين أو من أدبيات السلف لا خروج عن الحاكم ما دام يقيم الصلاة. ثم فوجئنا بأن كثيرا من السلفيين يؤيدون الثورة. الشيخ القرضاوي خرج علينا اليوم في حوار وقال أن السلفيين كانوا ضد الثورة، واعتبروا الثوار منحرفين عن الكتاب والسنة وخارجين على ولي الأمر. قضية السلفيين والثورة تثير جدلا آخر في علاقة السلفيين بالتيارات الإسلامية الأخرى،
وبالتيارات التي تحمل سمة سياسية كالإخوان المسلمين. والشيخ القرادوي في حواره اليوم المنشورة في إحدى الصحف اليومية قال أن الإخوان اتفقوا مع السلفيين بغير تحالف، وهذه قضايا لها بعد سياسي. المحور الثالث، واعتقد أنه الأكثر إثارة والأكثر اهتماما من الرأي العام والذي ينتظر رأيا من فضيلة الشيخ، هو قضية تغيير المنكر وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية من؟ لماذا يتعدى بعض الأخوة السلفيين أو نسمع أن أخوة سلفيين، حتى لا نتهم أحدا ظلما، نسمع أن أخوة سلفيين يريدون التغيير بالقوة، يقطعون أذن رجل لأنه قبطي، أو يتوعدون من لا ترتدي الحجاب بإلقاء ماء النار، أو يتصدون لقضية الأضرحة ويهدمون 6 أضرحة في القليوبية، ويتوعدون بهدم ضريح سيدنا الحسين رضي الله عنه والسيدة نفيسة رضي الله عنها. بل يتعدى الأمر إلى أن الحديث الآن عن أن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حرام وكفر، وأن قرأنا اليوم أن من يقول أن سيد البدوي وإبراهيم الدسوقي هم رموز الكفر في الدلتا. وصل الأمر إلى التكفير، وهذا ولا أعتقد أن المسلمين يرضون عن ذلك. ولكن قرأنا اليوم لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وهو رجل عالم فاضل جليل، من يقول أنه إذا لم نتصدى لهذه الموجة سيكون الدم للركب. وهذا تصريح خطير، لأن معنى ذلك أن هناك صراع بين المسلم والمسلم وبين أهل الدين الواحد، فما بالك بالتخويف بعد ذلك إلى الآخر. إذا كنا نتحدث الآن عن التخويف بين المسلم والمسلم، ومن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأخيه الذي يقول مثله، فما بالك بالتخوف الذي ممكن أن ينطبق فورا على الأخ المسيحي. وده هو المحور الرابع اللي هي أنا ما بسميهاش شبهات، لأن البعض يقول إنها شبهات، لا، أنا بقولها اتهامات موجهة إلى السلفيين حول العلاقة مع المسيحي، دور المرأة في المجتمع، الديمقراطية بمفهومها الحديث، وأن السلفيين لا يؤمنون بالديمقراطية لأنها آتية من الغرب، وغير ذلك من القضايا التي يعتبرها من الاتهامات. المحور الأخير، وهو محور يشغل بال الأمة ككل، أنه تعدد التيارات ليس في السلفيين فقط، ولكن تعدد التيارات التي تحمل اسم الإسلام: الجماعة الإسلامية، الجهاد، الإخوان المسلمين، السلفيين، الصوفيين وغير ذلك. لماذا لا يكون هناك توحد تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكيف السبيل، كيف الوصول إلى هذه الغاية؟ أعتذر عن الإطالة، وأنا عارف أنكم جميعا تريدون سماع فضيلة الشيخ وأنا أولكم، ولكن كان لابد أن أحدد بعضا من هذه المحاور حتى نحاول أن نأتي في إطارها من الأسئلة. يعني أنا مش عاوزين نخرج عن هذه الأسئلة حتى يكون الحوار ناجحا بإذن الله، وهو المأمول. فضيلة الشيخ، أنا مش عارف هل نبدأ بكلمة من فضيلتك ندخل في الحوار ولا ندخل في الحوار؟ نعم، ندخل في الحوار إن شاء الله. السلفيون نعم، من هم وماذا يريدون بمصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأنا أشكر لحضراتكم جميعا هذه الدعوة الكريمة المباركة التي أسعد فيها بلقاء الأفاضل الذين يديرون دفة التوجيه والفكر في جريدة الجمهورية، وأهنئهم على ثوبهم الجديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية خير وبركة على بلادنا وعلى أمتنا
وأسأل الله لهم جميعا مزيدا من التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأدخل في الحوار مباشرة لهذه المحاور الساخنة فعلا كما قال أخي الحبيب الأستاذ جلاء. السلفيون أيها الأفاضل، وسأكون واضحا جدا وصريحا في كل إجاباتي بإذن الله تعالى، لأنني أعتقد أن المرحلة التي نحياها الآن لا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، ولا تحتمل ما يسمى بدبلوماسية الحوار، ولذا فسوف تكون الإجابات واضحة جدا، وأسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والإخلاص. السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وليس من حق أي أحد على الإطلاق أن يجعل من نفسه حارسا على بوابة السلفية ليدخل من هذه البوابة من شاء وليخرج منها من شاء، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله هو أول من استعمل لفظة السلف حين سار فاطمة البضعة الطاهرة الزهراء رضي الله عنها وهو على فراش الموت، سارها مرة فبكت وسارها مرة فضحكت، فلما سئلت عن سبب ضحكه صلى الله عليه وسلم قال لها: أنا لك خير سلف، أنا لك خير سلف. والحديث في الصحيحين، ولا أريد أن أذكر الحديث بطوله لضيق الوقت فقط. ثم أول من لقب بالسلف الصالح من الصحابة هو عثمان بن مظعون رضي الله عنه، أول من لقب بالسلف الصالح. فالسلف أيها الأحبة فهم، أو السلفية أو المنهج السلفي بمعنى دقيق، فهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين في الآية اتفاقا هم الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وشرف لنا أيها الأحبة أن نرجع لفهم القرآن والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة، لأنهم أعلم الناس بمراد الله ورسوله، وهم أفهم الناس لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقد شهد سيدنا رسول الله لهذه القرون بالخيرية، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بعض أساتذتنا من أدبائنا ومفكرين وعلمائنا يقولون بأن السلفية مدة زمنية مقصورة على القرون الخيرية الأولى، وهذا شرف أيضا لتزكية النبي لهذه القرون. والبعض الآخر يقول، وهو الأولى، أن السلفية منهج لفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هل معنى ذلك أيها الأحبة أن باب الاجتهاد قد أغلق، وأننا سنظل قاصرين على فهم القرآن والسنة على فهم سلفنا حتى فيما يجد من النوازل والطوارئ والمشاكل؟ والجواب لا، بل هم الذين أصلوا لنا أن باب الاجتهاد سيظل مفتوحا إلى قيام الساعة ما دامت قد توفرت للمجتهد شروط الاجتهاد كحفظ القرآن والسنة واللغة العربية، أن يكون عالما باللغة العربية، أن يكون عالما بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، أن يفرق بين المجمل والمبين، بين العام والخاص، بين الناسخ والمنسوخ، أن يكون بصيرا بالواقع، لأنه لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، ولاحظوا أن علماءنا قدموا فهم الواقع على الأدلة الشرعية،
سفه أن أبحث في كتاب ربي وسنة نبي عن دليل شرعي لواقع أجهله، أو لواقع لا أفهمه، أو لواقع لا أعرف أبعاده ولا أقف على معطياته بدقة. فالفهم الواقعي هو الأمر الأول، ثم بعد ذلك يقولون فهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على هذا الواقع. لا أريد أن أطيل النفس، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وإنما هي منهج لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. فإذا طرحت أمامي آية وإذا طرح أمامي حديث فأنا أقولها صراحة، أنا أقدم فهم عبد الله بن مسعود على فهمي، وأقدم فهم عمر على فهمي، وأقدم فهم أبا بكر على فهمي. من يلومني في هذا؟ أما إن نزلت بالأمة نازلة ووقعت بالأمة مشكلة لا أجد فيها كلاما للسلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة السابقين، فيجب على أهل العلم من هذا الزمان أن يعملوا القواعد الكلية والنصوص العامة لاستنباط الحكم الذي يناسب هذه النازلة أو هذه المشكلة الطارئة. إذا كان لنا إن احنا في قضية من قضايا الواقع فنحن نعود إلى السلف الصالح، وأنا أقدم فهم السلف الصالح على فهمي. مش شايف إن في تناقض بين الاثنين، تناقض بين فهم الواقع اللي أنا بديله الأولوية الأولى في الاستيعاب والفحص ثم الرأي، وبين التقيد برؤية سابقة أنا بديها مجال أقدس من فكري، فكيف أفكر وما هي حدود فكري إزاء هذا الأمر؟ أظن أن الجواب لو كان واضحا، قلت لو عرضت علي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث سيدنا رسول الله فأنا أقدم فهم عبد الله بن مسعود وفهم الصحابة لهذه الآية ولهذا الحديث على فهمي. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. فأنا أقدم فهم هؤلاء إلى أنهم أفهم الناس لمراد الله ورسوله. أما إن نزلت بالأمة نازلة أو استجدت بالأمة مشكلة فيجب على علماء الزمان أن يعملوا النصوص الشرعية بأحكامها الكلية وقواعدها العامة من خلال فهم دقيق لواقع هذه المشكلة أو لواقع الأمة، ليسقطوا الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة على هذا الواقع. إذ لا ينبغي على الإطلاق أن أقف عاجزا بدعوى أنني لا أجد قولا في هذه النازلة لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو لأحمد أو لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي رضي الله عنه جميعا. وإنما باب الاجتهاد كما ذكرت سيبقى مفتوحا إلى قيام الساعة، وهذا لابد فيه من توفر شروط الاجتهاد لهذا المجتهد الذي سيسقط الحكم الشرعي على هذا الواقع، ولا تعارض بيني وبين أستاذنا. نعم. ولكن هنا عنصر المؤمة بقى. هل الفهم الواقع ده معناه أفهمها على أنها المؤمة؟ يعني هل ده المعنى المقصود؟ إذا قلنا أن فهم الواقع معناها الإدراك لكل ما حولي، جميل، مش كده؟ نعم. هل ده معناه أن أنا وائم بين هذا الفكر وبين الواقع بتاعي، اللي أنا شايف أن الواقع بتاعنا النهاردة حوله مستجدات كثيرة، يحتاج إلى آليات جديدة، يحتاج إلى رؤى أخرى، يحتاج إلى تناول مختلف، يحتاج إلى عناصر توازن جديدة بيني وبين أقوال المجتمع المحيط بي. نعم. أين أنا من هذا في منهج السلف؟ أنا أوافقك على كل هذه الطروحات، وهذا هو الذي قال فيه علماؤنا: لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، فلا بد أن أكون على بصيرة دقيقة وعلى وعي عميق بواقع أمتي وبواقع بلدي وبالواقع الذي سأجلس لأسحب له دليل شرعي من القرآن والسنة حتى تحدث هذه الموائمة أو يحدث هذا الوفاق. وأنا أبشركم بأنه لا يمكن أبدا أن يصطدم العقل مع النقل الصحيح، أو أن يصطدم مصلحة الناس المنضبطة بالشريعة، فالشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، فلا تعارض أبدا بين هذه المصلحة الشرعية المنضبطة الصحيحة، لأن المصالح تنقسم إلى 3 أقسام حتى أكون دقيقا: المصلحة الشرعية والمصلحة المهدرة أو الملغاة والمصلحة المرسلة. أما المصلحة الشرعية فهي حيثما وجد الشرع فثمت المصلحة،
لأنه شرع الله الذي خلق وهو يعلم من خلق، والذي يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والعدل والسماحة والرحمة إلى غير ذلك، لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى. هذه المصلحة الشرعية، فحيثما وجد الشرع فثمة المصلحة. والقسم الثاني هو المصلحة المهدرة أو الملغاة، وهي المصلحة المحرمة. أضرب لحضراتكم مثالا، لو أن مصر مثلا تزرع 1,000,000 فدان من العنب، لو باعت هذه المساحة عنبا لحصلت مثلا سعرا معينا أو مبلغا معينا، لكنها لو حولت هذه المساحة إلى خمر لحصلت أضعاف هذا السعر لهذه المساحة المزروعة. هل نقول مصلحة البلد التي تشعر الآن بحالة اختناق اقتصادي تلزمنا بأن نبيع هذا العنب خمرا لا أن نبيعه عنبا؟ والجواب لا. هذه مصلحة مهدرة ملغاة، لأنها مصلحة محرمة تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية. أما المصلحة المرسلة فهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان، تضبطها القواعد العامة لهذا الدين. أضرب مثالا، توثيق عقود الزواج مثلا الآن لم تكن موجودة في عهد النبي ولا في عهد القرون الخيرية الأولى، لكنها ضرورة الآن من ضروريات هذا الزمان. ليه؟ لنضمن بها الحقوق للنساء في زمن خربت فيه الذمم وقل فيه الورع وقل فيه الدين والإيمان. فضيلة الشيخ، لو أنا يعني أرجو أن يتسع صدرك هذه القضية جدا إن شاء الله. أنا بقول لو فهم السلفيون المنهج السلفي كما عبرت عنه الآن ما كان هذا الصدام الذي نراه الآن بين السلفية وبين الواقع، بين السلفية وبين القوى السياسية، بين السلفية وبين المجتمع المصري، بين السلفية وبين جموع المواطنين سواء كانوا مسلمين أو حتى مسيحيين. كيف تفسر هذا الصدام الآن؟ لو كان كل المنهج السلفي زي ما حضرتك قلت والله ما كان هيبقى فيه مشكلة. شكرا. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. أنا أفسر هذا أيها الأفاضل بأنه ليس من حق أي أحد، وهذه المعضلة الحقيقة، أن يتكلم الآن باسم المنهج السلفي وأن يحاكم هذا المنهج لكلمات الشيخ فلان أو للشيخ علان، وإنما يجب أن نرد كلام كل أحد مهما كان وزنه وقدره إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى هذا الفهم الراقي. أنا أقولها لله وأعلنتها، أقولها لله. هناك أخطاء قاتلة يقع فيها بعض المنتسبين إلى المنهج السلفي لا يسيئون بها إلى المنهج فحسب بل إلى الإسلام كله. أنا عاهدت الله أن أكون صريحا جدا وواضحا بلا اتيكيت فكري. هناك أخطاء وقع فيها ويقع فيها بعض المنتسبين إلى هذا المنهج لا يسيئون بهذه الأخطاء إلى المنهج السلفي فحسب بل إلى الإسلام كله، لأنه صار الحكم الآن على الإسلام من خلال خطأ يقع فيه محمد حسان أو غيره. وأنا ذكرت أنه ليس من العدل ولا من الإنصاف أن يحاكم الإسلام كمنهج وكدين لمجرد خطأ بعض المنتسبين إلى هذا الدين. فنحن لا نقبل أبدا إن أخطأ أحد أحبابنا الصحفيين أن نحاكم جريدة الجمهورية التي أخطأ في هذا الصحفي. هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. فإذا أخطأ واحد ينتسب إلى طائفة معينة لا ينبغي أن نحاكم هذه الطائفة بكاملها. فأنا أؤكد أن هنالك أخطاء ولا أنكرها، وينبغي أن تكون هذه الأخطاء محدودة وبحجمها وأن تقدر بقدرها وأن يحاسب أفرادها، لأنه للأسف لا يوجد الآن من يتكلم باسم السلفيين كلهم أو باسم التيارات السلفية المختلفة، لأن هنالك تيارات أيضا داخل السلفية، وهذه حقيقة يعني أثبتها لكم. هنالك تيارات أخرى متعددة داخل المنهج السلفي، كل تيار له بعض الرؤى، وهناك خلافات حقيقة موجودة بين هذه التيارات، وهذا هو سر الخلاف الذي يتساءل عنه بعض أحبابنا: من نصدق من السلفيين فلان أو فلان أو فلان؟ وماذا يريدون بمصر يا مولانا؟ أتصور أنه لا يوجد مسلم مهما كان انتماؤه يحمل في قلبه ذرة دين وذرة وطنية إلا وهو يحب الخير لهذا البلد. أنا شخصيا مستعد لأن أفتدي مصر بدمي وروحي، والله لا أقول ذلك استهلاكا إعلاميا،
مستعد أن أفدي هذا البلد بروحي ودمي. فمصر أيها الأحبة قد لا يعرف كثير من أجيالنا الصاعدة الآن قدرها، لأنهم عاشوا طيلة السنوات الطويلة الماضية في وقت قهر وظلم وفساد واستبداد، فقرنوا هذه الحالة الاجتماعية الظالمة الفاسدة الجائرة باسم علم، باسم كبير، باسم مصر. فخرج كثير من شبابنا ينقم على هذا الاسم الجليل الكبير مصر. مصر أيها الأحبة من البلدان القليلة التي زكاها الله في القرآن الكريم وذكر اسمها مجردا، ويكفي أن أذكر بآية واحدة لمغزى، ألا وهي قول الله حكاية عن يوسف: وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وستبقى مصر إن شاء الله استجابة منه لدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم آمنا وآمنة إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. مصر أيها الأحبة أوصى بها رسول الله محمد كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مصر أيها الأحبة قال في حق عمرو بن العاص وهو فاتح مصر: ولاية مصر تعدل الخلافة. هذا كلام يكتب بماء الذهب. ولاية مصر تعدل الخلافة. اللي يحكم مصر كأنه يحكم خلافة المسلمين، خلافة الأمة. لماذا؟ لأن مصر هي القلب العالم الإسلامي النابض. لو توقف نبض هذا القلب لتعطل هذا الجسد وترهل كله مهما كان حجمه ومهما كانت ضخامته. مصر أيها الأحبة هي الأرض التي صار على ترابها الأنبياء، صار على أرضها إبراهيم ويعقوب ويوسف وإدريس وإسماعيل، وصار على أرضها ما يزيد على 50 صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال في حقها كعب الأحبار قال: لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولما يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، لأني أحب مصر وأهلها، وأهلها في عافية إلى قيام الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. بل أبشركم بأنه مكتوب في التوراة قالوا: من قصد مصر بسوء قصمه الله عز وجل. فأنا أعلنها بكل ثقة أنه لا يوجد على أرض مصر مصري مهما كان انتماؤه، سلفي، إخواني، أنصار سنة، جمعية شرعية، تبليغ، صوفي، إلى غير ذلك، إلا وهو يحمل فعلا في قلبه الحب لهذا البلد. صحيح لا أنكر قد يخطئ البعض في تعبيره عن هذا الحب، وقد يخطئ البعض في توجهه وتحركه لتقديم هذا الخير لهذا البلد، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر من الجهود لا إلى التنافر، يحتاج إلى التضافر لا إلى التنافر، ويحتاج إلى التغافر لا إلى التنابز، يحتاج إلى التغافر لا إلى التنابز، ويحتاج إلى النصح لا إلى القذف. هذا هو الواقع. يحتم علينا أن نتناصح فيما بيننا لا أن نتقاذف فيما بيننا. يعني أقرأ الآن مثلا في حوار، يعني في حوار موجود على جريدة من الجرائد يقول مثلا: لا بد أن يكون هناك تعاملا أمنيا مع السلفيين، ولا يجوز أبدا أن يكون هناك حوار مع هؤلاء الهمج. هل هذا حوار أم إشعال للنار؟ هل هذه نصيحة أم هذا قذف؟ نحن نريد الآن أن نعيد ما خرجنا جميعا من أجل تغييره. لا حرج على الإطلاق أن تراني على خطأ وأن توجهني، ولا خير في إن لم أسمع نصحك. وينبغي أن يكون الحوار مهذبا مؤدبا بأدب الحوار، وأن يسمع الجميع الآخر. ولو اتسع الوقت لبينت لحضراتكم أن أدب الحوار أصل من أصول هذا الدين، وأول من علمنا أدبيات الحوار هو سيدنا رسول الله. هل تسمعون لي بحديث؟ طيب، حديث جميل في مستدرك الحاكم وسنن ابن ماجه وعند أبي نعيم في الحلية بسند حسن، وكلكم يعرفه بفضل الله جل وعلا. لما جاء عتبة بن ربيعة أبو الوليد وهو مشرك أصلي، بل رأس من رؤوس الكفر يا أحبابي، وجاء إلى النبي ليعرض عليه أمورا ليحاوره: أسألكم بالله تدبروا أدبيات هذا الحوار النبوي العالي. قال له: يا محمد، يا ابن أخي، بيقول له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من المكانة في العشيرة والسطط في النسب، وإني قد جئت أعرض عليك أمورا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم. خلي بالك من التهم اهو، ده بيتهم النبي وجها لوجه.
سفهت به أحلامهم، وعبت به من مضى من آبائهم، وفرقت به جماعتهم. اتهامات واضحة. وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. النبي قال له إيه؟ قل يا أبا الوليد أسمع. يا ريت خلاها منشط دي. قل يا أبا الوليد أسمع. والله منشط عالي بلون الجمهورية الأحمر الراقي ده. قل يا أبا الوليد أسمع. هذا هو النبي محمد مع كل هذه الاتهامات ومع كل هذا اللجوم. ما قالش انت راجل مشرك اصلي، انت راجل كافر جاي بتتهمني، ابدا. قل يا اب، ما قالوش حتى قل يا عتبة، قل يا ابا الوليد، بيكنيه اسمع. فقال له عتبة ان كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تصير اكثرنا مالا. طب تعرض عليها رشوة يا عتبة؟ انت جاي تعرض عليها رشوة؟ انت جاي بتشتريني؟ ده ملك تحت الحذاء. لا 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 لا، ما قالش كده ابدا اطلاقا، والله ما قاطعه. وان كنت تريد بهذا الامر ملكا ملكناك علينا، وان كنت تريد بهذا الامر سيادة سودناك علينا حتى لا نقطع امرا دونك، وان كان الذي ياتيك ريئا من الجن بذلنا اموالنا في الطب حتى تبرأ. شوف الادب الراقي، يقول له او قد فرغت يا ابا الوليد؟ الله، خلاص خلصت، والله ما قاطعه يا احباب. او قد فرغت يا ابا الوليد؟ قال نعم. قال له صلى الله عليه وسلم اسمع مني، والله ما اهانه ولا سبه ولا اغلظ له القول ولا جرح مشاعره، وانما قدره واحترم رأيه وطرح عليه بأدب راق نبوي عال ما زاد عليه الصلاة والسلام على قراءة صدر سورة فصلت. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل الحبيب في القراءة، وأرجو أن تتخيلوا حلاوة القرآن حين يتلوه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ آية السجدة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وخر النبي ساجدا ثم رفع رأسه ونظر إلى أبي الوليد عتبة بن ربيعة وقال له ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق أبو الوليد، خلاص انطلق ليدافع هو، انطلق ليتبنى هو القضية. فما دخل أبو الوليد عتبة بن ربيعة على سادة الشرك في مكة إلا وقالوا نحلف بالله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي. خلاص بيتولى الدفاع، أطيعوني واجعلوها بي. والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ولا كونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه، الله أكبر، دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله محمد. قالوا فاصنع. قال هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم. هذا هو الحوار في الإسلام، يعلمنا إياه سيد من حاور وسيد المحاورين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. نعم. معي الأول مولانا. تفضل يا أستاذ مجاهد، زميل دراسة على فكرة، خريج كلية الإعلام. هو طبعا اسمح لي أن أحيي حضرتك على هذا التوضيح والتحرير لمعنى السلفية والمقصود به، لأن احنا في الفترة الأخيرة يعني بنعيش حرب مصطلحات. نعم. ويتم تضليل الشعب سواء حتى المثقفين يتخذون من حرب المصطلحات مدخلا ومنهجا لتضليل الناس وإغراقهم في مسائل خلافية يعني يصعب تحديد نعم. أولها من آخرها. نعم. لكن أنا يعني عايز أسأل حضرتك برضو، وحضرتك بهذه الرؤية وهذا الوضوح، هل عجزنا عن أن نخلق سلفية معاصرة جديدة بعيدة عن تلك التي تتقوقع في متون الكتب القديمة، أم
سؤال بمعنى آخر، هل هذا العصر لا يسمح إلا بظهور الفاسدين وتربية عتاة الاستبداد والضلال وإلى آخره، ولا يسمح ببناء رجل صالح جديد في هذا العصر؟ ايه رايك في السؤال؟ كويس هذا مش صديق، هي لا صديق. أنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى، ثم في بلدنا في المرحلة المقبلة أن نرى بروز الصالحين المصلحين إن شاء الله. عندي أمل. أولا أنا لم أصب أبدا بفضل الله بالإحباط، ولن أصاب به إن شاء الله. أنا معك أخي الحبيب الأستاذ مجاهد أن مصر في المدة الماضية نامت ومرضت وطال نومها واشتد مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. أما بالنسبة للجزئية الأولى، نعم أنا معك تماما في أننا نحتاج في هذا الوقت إلى سلفيين يفهمون الكتاب والسنة ويفهمون الواقع فهما جيدا. لا أقول واقع مصر فقط، بل واقع الأمة، بل واقع العالم. أنا لا أصدق أبدا أن يعيش الآن رجل ينتسب إلى هذا المنهج الرباني وهذا المنهج النبوي الذي يصلح الدنيا بكل جزئياتها. أنا لا أتصور أن منهجا يضع لنا آداب دخول دورة المياه، ولا يضع لنا أصول إقامة دولة، ولا يضع لنا أصول التعامل مع الآخرين، مع المسلمين ومع غير المسلمين، ولا يضع لنا أصول التعامل في السياسة الخارجية والاقتصادية هذا خلل أن يقال لا تزج بالدين في كل جزئية، لا، بل الدين يحكم كل جزئية من جزئيات الحياة، لكن بروح هذا العصر، بفهم دقيق لواقعنا الذي نعيش فيه. لا يجوز على الإطلاق أن أستدل الآن بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه مع إجلالي وتقديري، وهو شيخي وأستاذي الذي تربيت على كتبه، في قضية بعينها على واقع نعيشه الآن يختلف تماما عن الواقع الذي عاشه شيخ الإسلام. وهذا ما يحتم على علمائنا المنتسبين إلى هذا المنهج أن يكونوا على فهم دقيق ووعي عميق وبصيرة تامة نافذة بجزئيات هذا الواقع، ليستطيعوا بأمانة وصدق أن يسحبوا الأدلة الشرعية التي تتناسب مع هذا الواقع، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. أنا عبرت عن ذلك، قلت بأن الشعار المرفوع الآن بعد الثورة هو الشعب يريد إسقاط الشعب. تسود حالة من التشكيك والفوضى. أنا لا أسميها حرية، بل أسميها حرية متفلتة. كلنا عاشق للحرية، لكن للحرية المسؤولة، للحرية المنضبطة. ليس معنى أننا نتنفس الآن عبير الحرية وشذاها الفواح الذي حرمنا منه طيلة السنوات الماضية أن نتفلت من ضابط الحرية، وأن تنفلت الألسنة، وأن يقول كل إنسان ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، لتصبح المجموعة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. أنا أقول يعني هذا ممكن في ظل الاهتمام بهذه الضوابط، لأنه مش من حق كل واحد أن يتكلم كيف شاء في أي وقت شاء، وإنما لابد أن يراقب الله ابتداء. إن لم يوجد الآن من يراقبه ومن يستوقفه من الجهات الأمنية، فينبغي أن نراقب الله تبارك وتعالى، وأن نجني ثمرة هذه الحرية لتستفيد منها يعني بلدنا في دفع عجلة التنمية، في العمل، في الإبداع، في الإنتاج، في القضاء على هذه الأخلاقيات الفاسدة، في تصحيح ما فسد وعج من الأخلاق. لماذا لا توجه هذه الحرية توجيها لرفع البناء، لدفع عملية التنمية والإنتاج؟ لماذا إلى الآن لا زال سقف الحرية مستخدما للطعن وللتشكيك وللهدم لا للبناء؟ فأنا معك، هذا ممكن إذا تعدلت
يعني هذه التفكيرات وإذا تطهرت هذه الأفكار، لأنني أعتقد أن التغيير الحقيقي يا أستاذ مجاهد لن يتم بوضع مواد الدستور ولا حتى بتعديل الدستور كله. أنا أعتقد هذا، واعتقد انه لن يتغير الواقع بسن قوانين جديدة، انما يتغير الواقع بتغيرنا نحن من اعماقنا من داخلنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فانا ارى ان الخطوة العملية الاولى على طريق التغيير هي تغيير الافكار وتطهيرها، تغيير الافكار وتطهيرها، ثم بعد ذلك نستطيع أن نعد الكوادر المتخصصة في كل مناحي الحياة، في الإعلام والتعليم والاقتصاد والمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. لأنني الحقيقة أدين لله بأن مؤسسات مصر الأصل فيها هم الشرفاء. أنا أدين الله بهذا. الأصل في كل مؤسسات مصر الأصل فيها هم الشرفاء. وجد بعض المفسدين فلنحاسب المفسدين محاسبة عادلة بلا تشف ولا ظلم، بلا تشف ولا ظلم. ومن أراد أن يجدد التوبة والأوبة وأن يرجع إلى الله فلا ينبغي أن نجعل من أنفسنا آلهة لنحاسب الخلق في الدنيا، وإنما نفتح الباب لكل من أراد أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يصحح توبته برد ما سلبه من حق وما انتهبه من مال، وتبقى علاقته بربه بينه وبين ربه لا يتدخل فيها مخلوق على وجه الأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ييسر لهذا الطرح الذي أرجوه إن شاء الله. نعم. الأستاذ عمر هيقول، بس أنا كان ليا تعقيب صغير. تفضل. وأتمنى أن يكون صح. تفضل. إن أهل السلف فهموا الواقع فهما صحيحا فكانت الخيرية لهم. الله يفتح عليك. فلو فهمنا نحن واقعنا لكانت الخيرية ممتدة منهم إلينا. أنا أوافقك جدا جدا جدا، لأنه يعني لا خلاف في الكلام، لأن حضرتك فهم الواقع والأدلة الشرعية. نعم أوافقك. هم فهموا الواقع واقعهم. نعم. ففهموه فكانت لهم الخيرية بفهمهم. فلو أننا فهمنا واقعنا فهما صحيحا لاستمرت الخيرية منهم إلينا. الله يفتح عليك. أنا أوافقك على هذا الطرح الجميل. تفضل أستاذ عمر. لا ما شاء الله. حضرتك السؤال ليه جزئيتين. الجزئية الأولى حضرتك لك قبول شعبي على كافة الأطياف المذهبية السياسية أو الدينية، يعني سواء كان عند الصوفية أم عند غيرهم. يعني لماذا لم تستغل حضرتك هذا القبول في عمل ائتلاف سلفي؟ يعني الإخوان المسلمون يمتازون بأنهم منظمون في الفكر وفي الإعلام وفي الاختصاصات، لذلك نجد كل السلفيين حاليا من يتحدث باسم فلان وفلان وفلان. يعني حتى احنا لما بنتابعهم اعلاميا مش عارفين مين المختص عشان نتكلم معاه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه حضرتك الشيخ محمود المصري عقب عودته امس من الكويت يعني ندد تصريح المفتي في خطبته للجمعه عن السلفيه وبمجمع البحوث الاسلاميه عندما اتخذ قرارا مضمونه الهجوم على السلفيه بعد هدم الاضرحه. هل هذه حرب بدات تشتعل بين السلفيه وبين الازهر، وخاصه ان الامام الاكبر بالامس قال بأننا لو لمواجهة هذه الأفكار ويقصد السلفية فسوف نجد الشوارع المصرية تسيل بالدماء حتى منفصل. جميل. أنا أولا اسمح لي أن أبدأ بالإجابة على السؤال الثاني لأنه مهم جدا. تفضل. نعم طيب. اسمح لي أن أبدأ بالإجابة على السؤال الثاني لأهميته، وأؤكد بكل صراحة ووضوح أنني شخصيا أجل الأزهر، وهذا ليس كلاما جديدا لي بعد أحداث الثورة أبدا، بل هو مسجل مرارا وتكرارا. نعم أنا أجل الأزهر وأحيي الأزهر، وأشهد بأن الأزهر قلعة، وهذا تعبير القديم، قلعة من قلاع العلم الوسطي المعتدل، وأنا أثمن دوره. وقلت حين سئلت أين الأزهر هذا الذي تتحدث عنه، قلت لقد أصيب الأزهر بما أصيبت به مصر، لقد أصيب الأزهر بما أصيبت به مصر في المدة الماضية، وأنا لن أكون أبدا واحدا ممن يدعو أو يشجع أو حتى يترك حربا جديدة تثور بين السلفية وبين الأزهر، بل أنا أنادي ووددت أن لو سمع والدنا فضيلة الإمام الأكبر هذا النداء أود أن لو فتح الأزهر ذراعيه لاحتضان كل هذه التيارات
حتى لا يبقى في مصر كلها من يتكلم باسم الدين إلا الأزهر إن شاء الله. أتمنى يعني أود لو دعا فضيلة الإمام كل هؤلاء على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم وأفكارهم، لماذا لا يجلس هؤلاء العلماء والدعاء؟ لماذا لا يسمع فضيلة الإمام من كل هؤلاء جميعا ما عندهم من طرح، ولنلتقي على الأصول؟ أنا أقول لن نتفق اتفاقا كليا. الذي يقول هذا مخالف شوف هقول لحضرتك مخالف للنصوص الشرعية بل والقدرية. لا ينبغي أن يتوهم أحد أن اتفاقا كليا سيحدث بين العاملين الإسلام من علمائه والمنتسبين إليه. هذا لم يحدث في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الخلاف بين الأنبياء ووقع بين الصحابة، لكن أقول فلنلتقي على الأصول، على الثوابت، على الكليات، على الجمل المجملة، وما أكثر هذه الثوابت والأصول والكليات التي نلتقي عليها. فأنا لن أكون أبدا ولن أسمح لأي طالب من طلابنا وأي ابن من أبنائنا أن يكون بداية أو ترسا في هذه الحرب التي يراد لها أن تشتعل الآن في بلدنا لحاجة في نفس يعقوب. مصر لا تحتمل هذا. وأنا أقول لك بكل أمان المنهج أمانة، المنهج السلفي صمام أمان. المنهج، وأرجو أن أكون دقيقا، المنهج أنا أكدت أن بعض المنتسبين قد يسيء حتى لا أسأل سؤالا آخر ويقول أين أنت من فلان وأين، أقول المنهج الرباني والنبوي لفهم القرآن والسنة بعد فهم دقيق للواقع صمام وأمان. اطرح علي أي جزئية من جزئيات الحياة إن شئت، وأنا أؤكد لك ما أقوله الآن من خلال فهمي لكتاب الله وسنة رسول الله من خلال هذا المنهج، لأؤكد لك أنه فعلا صمام أمان. الإسلام هذا المنهج يحترم الآخر، يحترم النصارى ويحفظ حقوقهم، وهو أول المناهج التي أكدت هذا المعنى. وأنا صرحت قلت الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. الإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا على الدخول في الدين، فكيف يأذن لنا ويبيح لنا أن نكره أحدا على قبول رأينا؟ لا إكراه في الدين. الله يقول لنبيه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإسلام يمنعنا من امتهان الآخرين وازدراء الآخرين واحتقارهم. لقد روى خذ الآية ابتداء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ليلى، وهذا حديث أود لو ترجم للدنيا كلها، في البخاري ومسلم، قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمرت بهما جنازة فقام لها فقيل لهما اجلسا ده جنازة رجل نصراني، إنها جنازة رجل من أهل الأرض يعني من أهل الذمة. فقال رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا فمروا عليه بجنازة فقام صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ هذا ديننا يا إخواني، أليست نفسا؟ وهو القائل كما في سنن أبي داود بسند صحيح ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل أؤكد لحضراتكم جميعا وانقلوا عني هذا إجماع في الأمة، إجماع، وأنتم تعلمون جميعا أن مسائل الإجماع في الأمة قليلة جدا. إجماع في الأمة نقله الإمام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع أن حماية أهل الذمة من النصارى بين المسلمين، قال أجمع علماء الأمة على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، فأقباط مصر في أمن وأمان في ظلال هذا الإسلام العظيم، لا يحتاجون إلى استقواء بالخارج لا من أمريكا ولا من أوروبا، بل حمايتهم واجبة علينا نحن المسلمين. اطرح أي مسألة من المسائل وأنا أؤكد لحضرتك أن الإسلام صمام وأمان بهذا المنهج، بفهم القرآن والسنة، بفهم سلف الأمة.
أما أن يخطئ محمد حسان أو الشيخ محمد يعقوب أو الشيخ أبو إسحاق أو الشيخ مصطفى العدوي أو أي شيخ سواء كان أكبر منا أو أصغر منا، وأن نحمل هذا المنهج الرباني والنبوي بفهم الصحابة خطأ فلان أو علان، فأنا أرى أن هذا من الظلم الذي يأباه الشرع والعقل معا. عاوز أقول أن المشكلة للمنهج السلفي أو لأطباع المنهج السلفي، وده سر الأزمة الحقيقة، أنه لا يوجد لهم إلى هذه اللحظة كيان منظم كما هو عند الإخوان مثلا، أو حتى عند الصوفيين أو عند التبليغيين. هذه حقيقة، وهذا هو سر التشرذم يا أستاذ حمدي، هذا هو سبب التنازع حتى في الرؤى وفي الطرح. وأنا لا أعد، لأكون صريحا كما عاهدت ربي وصادقا، لا أعد أنني قادر على لم هذا الشعث وهذا الشمل، لا أدعي هذا، لا أدعيه ولا أملكه، بل أعد أن أبذل ما استطعت وقد بذلت، يعلم الله، طيلة الأيام الماضية، بل من ثالث أيام الثورة وأنا أتحرك لهذا، من ثالث أيام الثورة وأنا أتحرك لهذا الأمر، وأقول فلنجتمع، فلنجلس، لنتفق على الخطوط العامة للمرحلة المقبلة، ليكون كلامنا واحدا، وليخرج ليتحدث باسم هذا المنهج رجل واحد، ولا يتكلم إلا بعد الاتفاق مع بعض أعضاء هذا المنهج من أهل العلم والفضل، وعندهم بفضل الله من اللغة ومن الأدبيات ومن الأدلة ما يستطيعون أن يردوا به على أي مشكلة وعلى أي مسألة، وبوضوح وبصدق وبشفافية، لأننا لا نسمح أبدا بما تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا أن يدخل واحد منا في معترك السياسة مثلا ليتحدث بلغة السياسة القديمة، لا، وإنما لابد أن تطرح سياسة شرعية جديدة مدعمة بالكتاب الله وسنة رسول الله، مبنية على الصدق لا على اللف ولا على الدوران، وأيضا مبنية على هذا الفهم الدقيق للواقع الذي نعيشه. لا ينبغي أن أصطدم مع الواقع بدعوى أنني أقف يعني مع نص قد لو فتشت قد لا تجد له سندا قويا من كتاب أو من سنة، لكن صار مصطلحا متعارفا منقولا من كتاب إلى كتاب إلى كتاب، حتى صار من المسلمات عند كثير من المنتسبين إلى هذا المنهج أو ذاك. أنا أسأل أخيرا يعني، لكني أرجو، وأنا سمعت هذا الكلام منك كثيرا وأنا أحبك وأصدق ما تقول، لكني أدعوك إلى أن تتحرر ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن نذهب إلى شيخ الأزهر، فإذا رأى الناس الشيخ محمد حسان بجوار شيخ الأزهر تغيرت أشياء كثيرة. والله أنا أعد من الآن أن يعني من استطاع أن يرتب لي هذا الموعد فليحدد حسب موعد فضيلة الإمام، وأنا مستعد. نرتبه لك. نعم أنا جاهز. أنا أقترح حاجة. نعم. حضرتك اللي تطلب اللحظة. ماشي. ليس عيبا أن نذهب نحن إلى رجل بهذه القيمة والقامة. لا أبدا، لا أقول هذا من هذا الباب. أنا ممكن أتصل به وأحدد هذا اللقاء. هذا فقط، هذا ما أريد. أنا أتمنى لو أنك قمت بهذا. طب هات تليفون الشيخ. هجيب من اللي يكتب. وأنت محتاج. نعم. ردا على الأستاذ جلاء، أنا طلبت من الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث هذا اللقاء من عدة أشهر وأكثر من مرة ولم يفعل ذلك، وأنا موجود، والشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث موجود. يعني احنا طلبنا هذا اللقاء بالفعل. لعلها ليس أفضل من المباشرة، نحن أدرى بالأزهر وما يدور داخله. خلاص بين قيادات. أنا بقول الآن يا أستاذنا رتب لقاء، اتصل. لعله الآن نداء جميل ودعاء وطلب ودعوة، وسنطرحه من خلال جريدة الجمهورية يوم الخميس. جميل. ولعل الأخوة الذين يسجلون الحوار لإذاعته في قناتي الخليجية والرحمة إن شاء الله يراه فضيلة الإمام الأكبر، وهو رجل نجله ونحترمه ونعتبره إمامنا الأكبر إن شاء الله، فهو قادر على أن يجمع هذا الشتات. يا رب يا رب إن شاء الله. أنا أدعو الله لوالدنا يعني أن يوفق في هذا إن شاء الله. وأنا دعوت فضيلة الإمام أكثر من مرة لهذا الأمر عبر شاشة الرحمة وغيرها،
ولا زلت أجدد الدعوة، وكلنا أبناؤه، ونسأل الله عز وجل أن يكون مفتاح خير وبركة بلم هذا الشمل وجمعه، إنه على كل شيء قدير. في المحور الأول ولا ده؟ واحنا لسه في الأول. ده لسه في الأول. للأسف. كان عاوزين ندخل على طول. لا أنا عاوز أدخل يعني. أنا عاوز أدخل ده المحور يعني والله خد مني ساعتين. أنا عاوزين في المحور الثاني هو الساخن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأسئلة واضح إنها خرجت من المحور الأولاني لبعض المحاور الأخرى يعني. لكنها في المحور الأول. لسه والله خرجت يا أستاذ. خلينا نتكلم في المحور الأولاني. بعض الفتاوى لأئمة السلف السابق كتحريم بعض الأئمة كانوا بيحرموا مشاهدة التلفزيون وحلق اللحية وعمل المرأة وحجابها وما شابه. حضرتكم قلتوا ان احنا كنا خاطئين في ان احنا ما نتعاملش مع الفضائيات وسائل الاعلام الحديثة، وعندما تطرق السلف لمثل هذه الوسائل الاعلامية الحديثة ووجدتم ما تشاهدونه في الشوارع، وما هو سبب هلع عند بعض ان اللحى انتشرت في الشوارع والنقاب انتشر في الشوارع لمجرد ان السلف بقى لهم قنوات فضائية. فقلت لا، احنا كنا مخطئين وحققنا في هذه القنوات ما لم نحققه في عشرات السنين اللي فاتت. هل الفترة اللي جاية هتشهد مراجعات لبعض الآراء الفقهية السلفية؟ الفترة اللي جاية هنراجع مثل هذه الفتاوى السابقة تتناسب مع المرحلة القادمة. دي حاجة. الحاجة الثانية، الشق الثاني متعلق بالمؤسسة الدينية الرسمية، ان في خطوط اتصال بدأت بين السلف وبين المؤسسات الدينية الرسمية، وكان ده مؤشره في صعودك منابر وزارة الأوقاف وجلوسك مع وزير الأوقاف والسماح لعدد من الشيوخ وأئمة السلف في اعتلاء منابر مساجد وزارة الأوقاف. ولكن اعتلاء هذه المنابر في شكل من أشكال العشوائية شوية. يعني الشيخ الذي كان يخطب في مسجد ما ومنع أمنيا بمجرد الجو الحرية رجع لمسجده بلا استئذان. أنت بدأت اعتلاء هذه المنابر باستئذان ولي الأمر في منبر الدعوة. غيرك لم يستأذن ودخل المسجد وفتح الباب إلى الرويبضة لاعتلاء منابر. هم لا ينتمون إلى السلف، ولكن هو شايف إن هو أحسن واحد في القرية ديت، فأنا راح أصلي في المسجد دوت وإمام المسجد الأوقاف مش هيصلي. هذه المخاوف هنضبطها إزاي؟ جميل. أما بالنسبة للسؤال الأول، المراجعات، وأنا أقول بأن المراجعات قد بدأت بالفعل، وقد دعوت إخواني في أكثر من مؤتمر التقينا بهم أن يبدأوا هذه المراجعة لكثير من المسلمات القديمة ولكثير من الأطروحات التي كانت موجودة في السنوات الماضية. وأبشرك بأنه بالفعل بدأ يستجيب كثير من إخواننا لقضية هذه المراجعة، وأنا لا أجد في ذلك على الإطلاق عيبا ولا حرجا، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. وأنت تعلم أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وقد لا يختلف منا اثنان أن إمامنا الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. أما الأمر الثاني، أي نعم حسنت. الأمر الثاني، أنا حقيقة لا أوافق أبدا على أن يعتلي أي أحد مهما كان وزنه العلمي وقدره الدعوي منبرا من منابر الأزهر أو منابر الأوقاف إلا باستئذان المسؤولين عن هذا المنبر. وأنا أشهد الله حين طلبني والدي الشيخ حافظ سلامة وأعلن في الجزيرة والعربية وبالبي بي سي والرحمة وغيرها من الفضائيات أنه سيخطب الجمعة، سيصلي الجمعة المقبلة في مسجد النور بميدان العباسية، وسيكون الخطيب محمد حسان. قلت يا شيخنا لابد أن نستأذن إخواننا، وذهبت بنفسي لأستأذن الوزير المؤدب دكتور عبد الله الحسيني جزاه الله خيرا، الذي أحسن استقبالي، وأشكر له هذا الخلق الكريم وهذا الأدب الراقي.
وأشكر أيضا لمشايخنا الأفاضل في وزارة الأوقاف الذين والله كاد استقبالهم وحفاوتهم لي أن تبكيني، لدرجة أنهم أصروا أن أتقدم لأصلي بهم إماما، وهذا إن دل فإنما يدل على تواضعهم وأدبهم، وحاولت بشتى الطرق ألا أتقدم عليهم فأبوا، فهذا إن دل فإنما يدل على فضلهم وتواضعهم جزاهم الله خيرا. وأبيت أن أصعد المنبر إلا بعد أن أذن لي الوزير، حتى في خطبة جامع عمرو بن العاص حين بلغني أن بعض الشباب قالوا الجمعة الجاية لمحمد حسان، قلت أبدا والله لن أرتقي هذا المنبر أبدا إلا إذا طلبني فعلا إخواننا القائمون على أمر هذا المسجد رسميا، وقد كان بالفعل وأتوني واتصلوا بالأخي محمود الذي يرتب اللقاءات والمواعيد وأكدوا هذا الموعد، وقلت له اتصل بهم وقل لهم هل استأذنوا إخواننا في وزارة الأوقاف؟ والله هذا حدث. فاتصل بهم وقال لهم محمد بيقول اتصلت بالوزارة؟ قالوا نعم اتصلنا بالوزارة. إخواننا في الوزارة موافقين؟ قالوا نعم موافقين. حتى أننا تأكدنا من أحد إخواننا من وكلاء الوزارة أن الوزارة فعلا موافقة على أن نرتقي مسجد عمرو. أنا أخي الحبيب والله في الزاوية التي أصلي فيها إلى جوار بيتي والله ثلاثا أنا أقف خارج الزاوية حتى يقيم المؤذن الصلاة ليتقدم الإمام حتى لا أقحم نفسي على القبلة. أشهد الله وأهلنا يعلمون ذلك، أهل المكان يعلمون ذلك. أقف خارج الزاوية لدرجة أن أحدهم يجذبني من يدي يا شيخ ادخل صلي، أقول له أبدا، إمام الزاوية أولى، الإمام الراتب. بل أنا أقول هذا ليس اجتهادا مني. هل تعلم أن هذا نص نبوي؟ ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. هذا هو الفهم الذي ينبغي. أنا أعجب كيف من أنا ولو كنت شيخ الإسلام، ولو كنت أنت طالب علم عندي، لا يجوز شرعا أن أدخل مسجدك وأنت إمامه وأنت طالبي. لا يجوز شرعا أن أتقدم القبلة لأؤم المصلين إلا إن أذنت لي، فضلا عن أن أعتلي منبرك الذي تعلوه إلا إن أذنت لي. أنا لا أعلم أصل هذا استعلاء وأصل هذا التعدي، لا أجد له أصلا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بل ولا حتى في أخلاقنا وقيمنا، لا حتى في أخلاقنا ولا قيم مجتمعنا المسلم. فيستعيدها إخواننا بالضوابط أيضا الشرعية والقانونية. أي نعم. فضيلة الشيخ، أنا أعتقد أن المحور الأول لكن أنا كنت أتمنى أن ندخل في المحور الثاني، وأعتقد أن لو أننا يعني حاولنا أن احنا نجمع النقاط بسرعة عن السلفيون والثورة. فضيلة الشيخ يوسف القرداوي قال أن السلفيين كانوا ضد الثورة، واعتبروا الثوار منحرفين عن الكتاب والسنة وخارجين على ولي الأمر. وكنا نقرأ عن أدبيات أهل السلف عدم الخروج على الحاكم ما دام يؤدي الصلاة، لكن رأينا السلفيين قد دافعوا عن الثورة. هل هو تغيير في أدبياتهم أم أن الحقيقة هو ما قاله الشيخ القرداوي؟ دي نقطة. النقطة الثانية الأستاذ أحمد دوا عاوز يسأل عن الانتخابات، وثم الاتفاق مع الإخوان المسلمين، وهل هو اتفاق حقيقي أم أنه كان كما قال الشيخ القرداوي اتفاق بغير تحالف؟ تفضل. هو كان الإخوان أعلم مع كل المحور واحد كان الإخوان أعلم أنهم سيخوضوا الانتخابات البرلمانية بنسبة تمثيل 30%. فالموقف الحالي من السلفية، هل هم يخوضوا الانتخابات وعندهم خطة أو أجندة لخوض الانتخابات في المرحلة القادمة اللي يكون لهم تمثيل؟ نعم. السؤال البرلماني. السلفيون والثورة. اختلف السلفيون
بالنسبة لنظرتهم إلى الثورة اختلافا واضحا إلى 3 طوائف. الأولى ما تفضل به أخي الأستاذ جلاء، أن ما حدث خروج على الحاكم، وسحبوا الأدلة الشرعية في هذه القضية التي لا أرى لها علاقة على الإطلاق بما حدث على أرض التحرير وفي مصر، ولا يتسع الوقت لسرد الأدلة الآن، وقد كتبت بحثا شاملا في هذه الجزئية وعكفت عليه وقرأت يعني جل ما كتبه علماؤنا. والإشكال أنه لا خلاف بين هذه النصوص والأدلة الشرعية، لكن الخلاف وارد من تحقيق مناطات هذه الأدلة الشرعية، بمعنى إسقاط هذه الأحكام الشرعية على الواقع الذي حدث في مصر. هذا هو سر الخلاف. الطائفة الثانية طائفة رأت أن ما حدث من ثورة ليس خروجا على الحاكم، وأن الخروج عند كل علمائنا الذين تحدثوا عن الخروج ما هو إلا خروج بالسيف وخروج بالقتال، والأدلة الشرعية تدعم هذا وتؤكده. أذكر دليلا واحدا مثلا كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه سيلي أمركم ولاة إنكم سترون أمورا تنكرونها فمن أنكر فقد برئ ومن رضي فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالت أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالأدلة تؤكد على أن معنى الخروج عند علمائنا هو خروج بالسيف وخروج بالقتال وخروج بوال أو بإمام ليمكن على إمام ممكن أو لينصر على إمام ممكن أو حاكم ممكن. وكل الخروج الذي حدث على مدار التاريخ الإسلامي من أول الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى آخر خروج هو خروج بالسيف. يعني خروج ابن الأشعث الذي يستدل به على الحجاج بن يوسف وعلى عبد الملك بن مروان كان خروجا بالسيف. فما في خروج أبدا في التاريخ الإسلامي كله إلا وكان خروجا بالسيف وخروجا بالقتال. الشاهد أن الطائفة الثانية رأت أن هذا لا علاقة له أبدا بقضية الخروج، وبناء عليه لا ينبغي أن نستدل بهذه الأدلة في الأحاديث النبوية في قضية الخروج على هذا الواقع، لأن هؤلاء الثوار ما خرجوا للخروج على الحاكم وإنما خرجوا المطالبة برفع الظلم وتحقيق العدل، وهذه مقاصد مشروعة شرعها الإسلام العظيم. ثم ما سفكوا الدماء بل سفكت دماؤهم، وما خرجوا القتال بل قتلوا هم. فهذا نظر الطائفة الثانية، وهذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، وصرحت به حتى قبل التنحي. الأمر الطائفة الثالثة طائفة رأت الصمت والسكوت حتى تنتهي حالة الضبابية هذه، لأنهم رأوها أنها فتنة وأنه لا يجوز القتال في الفتنة. وأنا قلت ما فيش أصلا قتال حتى، لكن على أي حال هذه رؤيتها. فهذه رؤية السلفيين للثورة تنقسم إلى هذه الأقسام، ولا زالت هذه الطوائف موجودة إلى الآن. إلى الآن ان السلفيه حاليا بعد نجاح الثوره بيحاولوا ان هم يحققوا بعض المكاسب السياسيه. الذي برز الآن على الساحة في توجه بعض السلفيين أو بعض طوائف السلفيين للعمل السياسي، هؤلاء هم الذين وقفوا مع الثورة تقريبا من بعد أيامها الأولى. اليوم الأول والثاني والثالث لم يتحرك أحد، كان الأمر يعني يعد مظاهرة من المظاهرات حقيقة عند الجميع، بل حتى عند الثوار أنفسهم. فالشاهد لما
تبلورت الصورة بعد 4 أو 5 أيام خرج هؤلاء إخواننا مثلا في الإسكندرية في المنصورة، خرجوا بفضل الله تبارك وتعالى. فلا زالت هذه الطوائف برؤاها وأفكارها موجودة إلى الآن. ولذلك أنا أرى أن اتهام السلفيين جميعا من باب الأمانة بأنهم قافزون لاستثمار وجني ثمار هذه الثورة هذا تعميم ظالم. فهناك من لا زال على رأيه إلى الآن، إلى اللحظة التي أحدثك فيها، بل ويتهمني أنا، من هذا الطائف من يتهمني أنا. فلا زالت هذه الأفكار موجودة إلى هذه اللحظة. بالنسبة للانتخابات البرلمانية أن الإخوان بيطالبوا بتمثيل 30%، بيسعوا أنهم يكون لهم 30%. السلفيين هل دلوقتي عملوا خطة، وضعوا أجندة لخوض الانتخابات، ونسبة التمثيل هتكون كام؟ في السلفيين إذا كانوا يرغبوا في التمثيل أو في الانتخابات البرلمانية. لا زال يعني المنتسبون إلى المنهج السلفي إلى هذه اللحظة مختلفين في قضية دخول الانتخابات، لكن هنالك إخواننا السلفيون في الإسكندرية على وجه التحديد بدأوا فعلا في تأسيس حزب، وسيخوضون هذه الانتخابات القادمة. وأرى أيضا أنهم قد اختاروا متحدثا رسميا باسمهم، وأؤكد لك أن هذا التوجه أيضا له مخالفون وله معارضون، ليس في التيارات الإسلامية كلها بصفة عامة، وإنما حتى في داخل التيار السلفي. كيف نفض الإشكالية بين طرح حزب ديني أو حزب اجتماعي بمرجعية دينية؟ يعني في عملية لبس أو في محاولة لخلق بلبلة أو شك بأن المرجعية الدينية صفتها كذا، الحزب الديني صفته كذا، طب هي المرجعية الدينية هي أساسها الدينية وهكذا. يعني في محاولة. والتعديلات حسمت المسألة بأنه لن يسمح بتأسيس حزب على أساس ديني. طب هي المرجعية الدينية ما برضو تقود إلى نفس المعنى، لكن لا يمنع على الإطلاق في داخل هذه الأحزاب ولو لم تكن مؤسسة على أساس ديني أن يوجد أهل العلم وأهل الدعوة في مثل حزب ينشأ باسم التيار السلفي ليضبط العمل أيضا بضابط المادة الثانية من مواد الدستور ألا والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فلا حرج في ذلك. نعم. لا هو أنا عايز أشيل اللغط اللي بيحاول يخلقه البعض. مش هتقدر حضرتك، لأن تعرف الطرح الإعلامي مفتوح والسقف عالي جدا وكل واحد بيقول له عاوزه حتى بدون تحري. يعني تعرف حضرتك لو نتثبت ربما يعني تقل هذه الحالة من الفزع والخوف. ألا كلمة حضرتك أنك أنت تعلن حزب وتكاشف للرئاسة القادمة؟ أما أنا فلا، ما حييت لن أدخل غمار السياسة أبدا، وإنما سأظل خادما للقرآن والسنة، وسأظل خادما لهذا البلد. لا أطمع ولا أفكر في أي منصب سياسي أو في أي منصب ديني، لا في منصب سياسي أو في منصب ديني، وسأظل خادما ما حييت والسنة ثم لبلد الحبيب الذي أعشقه مصر. هل السياسة حرام؟ لا، ليست حراما، لكنني أرى أن أشرف عمل بالنسبة لنا هو الدعوة إلى الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأرى أن دخول المعترك السياسي قد يمس بشكل مباشر الجانب الدعوي عند العلماء وعند الدعاة، وممكن يقويه. يعني ليه تاخد الجانب السلبي؟ لا، ما تقولش ان ده ممكن يقويك. قد يقويه فعلا إذا دخل السلفيون في أحزاب سياسية منظمة لن يكون لهم كيان في القرار السياسي إلا من خلال هذه الأحزاب. لكن أنا أتحدث عن رموز الدعوة، عن العلماء. ولذلك حتى يعني أصحاب المنهج السلفي اتفقنا جميعا حتى لو دخلوا بحزب سياسي أن يبقى العلماء والدعاة إلى الله عز وجل بعيدين حتى عن المشاركة الفعلية في هذه الأحزاب لتبقى مكانتهم الدعوية يعني أو الدعوة لزملائهم. يعني أنت النهاردة في القاهرة مش هتدعي لزملائك السلفيين اللي موجودين في اسكندرية إذا أعلنت رشحهم؟ لن أفعل ذلك باسم التوجه السلفي، لأن هذا ربما يضر المنهج السلفي بعد ذلك إن أخطأ هذا المرشح الذي أرشحه.
أنا صحي لك أوي يا أستاذ حمد. طب فضيلتك هل فضيلتك قلت أن من لا يقول هل فضيلتك قلت من لا يقول نعم للتعديلات الدستورية فهو حرام؟ لا، هذا خلل في الفهم. ما علاقة الحلال والحرام بكلمة نعم أو لا في التعديلات الدستورية؟ بل أنا صرحت قلت يجب على الأمة المصرية أن تخرج عن بكرة أبيها ما استطاعوا ليعبروا عن رأيهم في هذه التعديلات بنعم أو لا، ولا ينبغي على الإطلاق أن يختزل رأي المصريين في رأي واحد. فعبر عن رأيك بأدب واحترام، ودع الآخر يعبر عن رأيه هو الآخر بأدب واحترام. قلت ولندع الحكم في النهاية لهذا الشعب المصري الذكي العبقري الألمعي الذي لا يستطيع أحد أن يضحك عليه أو أن يخدعه مهما كان وزنه ومهما كان قدره. كانت الجماعة السلفية تبتدي تنادي بالنظام السابق، وفرت أرضية لحصار غزة، وفرت أرضية كبيرة جدا للحرب على حماس. وكانت الجماعة السلفية طوال الفترة اللي فاتت، بل بالعكس في شيوخ أفاضل من الجماعة السلفية قالوا كمان حرموا الخروج على الحاكم. أكثر من وبالنسبة لحزب الله والشيعة برضو نفس المشاكل الكبيرة. أنا شايف إن في ناس التوجه القومي ده إن هي بتضربه في مقتل، الجماعة السلفية بتضربه في مقتل، ان هي برضو ان هي بيهتموا بالسنة. يعني انا اعتقد ان من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مؤمن او مسلم. يعني دي مسألة ما لكن انا وعشت في دولة عربية فترة طويلة، وكانوا معانا الشيعة وكانوا بيصلوا معانا احيانا كتير، واعتقد ان حضرتك كمان كنت قاعد في حضرتك في قطر فترة طويلة وشفت الناس هناك بيتعاملوا بشكل طبيعي، ما فيش المشاكل دي غير عندنا هنا في مصر. ليه السلفيين دايما عاملين مشكلة، مصدرين لنا مشكلة حكاية الشيعة، ولحد دلوقتي هم يعني انا بعتقد ان الشيعة نفسهم ما بيتكلموش بالشكل المبالغ فيه بالنسبة للسنة، المبالغ فيه بالنسبة للسنة. دي الجزئية الثانية. يعني الفترة اللي فاتت برضو دلوقتي السلفيين بيتكلموا على احزاب، وحضرتك بتقول ان الناس كلها تخرج وتقول نعم او تقول لا، المهم ان كلها لازم تخرج. طب ما انتم في الفتره في اثناء الثوره ما كانش حد بيخرج، ليه ما خرجتوش خالص؟ السلفيين ما خرجوش. شكرا. وانا عارف على فكره انا متاكد، انا شفت حضرتك طبعا في التحرير، لكن انا بتكلم عن شفتني بعينك ها. الحمد لله. ربنا يكرمك. صح، انا متفق مع حضرتك زي ما قلت الان ان في طوائف، في اختلافات، وقد ترى من خرج بالفعل ومن وقف مع هذا الشباب، ومن اتهم من خرج بأنه خارجي ينتسب إلى الخوارج الذين يقولون بالخروج على الحاكم إلى آخر هذا الكلام. وترى طائفة ثالثة لم تتكلم وصمتت تماما طوال هذه الأحداث، وقالت بأنها فتنة ولا يجوز الحديث في الفتنة حتى تنجلي الأمور. هذه اجتهادات كانت موجودة ولا زالت موجودة إلى هذه اللحظة. أما بالنسبة لقضية الشيعة فالحقيقة من يقول بأننا يعني أثرنا هذه الحرب أو بأننا يعني نرد برد في قسوة، حضرتك بس تابع ما يقول هؤلاء في فضائياتهم من اتهام صريح بكلمات لا تطاق ولا تقبل في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في حق أم المؤمنين عائشة. يعني لا يقبل واحد منا أن تتهم أمه بالزنا، هل تقبل ذلك على زوجة حبيبك رسول الله؟ والله لا تقبل، والله لقد قالوا ذلك صراحة. فهذا أمر يحرق الدم، ولا أقول يحرك السلفية، لا يحرك المسلمين جميعا للدفاع والزود عن رسول الله والزود عن أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات الذين يعني عائشة التي يبرئها ربنا من فوق 7 سماوات، يخرج علينا واحد من هؤلاء وأنا لا أريد أن أستخدم ألفاظهم وأستعملها ليتهم أمنا رضي الله عنها بالزنا في كلمات صريحة. هل يعقل أن نسكت ولا نرد؟ أنا رددت وصرخت
وكاد قلبي أن يتصدع وأن ينفجر وأنا على منبر رسول الله وأنا أقول يعني الطاهرة بنت الطاهر، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 سماوات، كيف تتهم بالزنا على مرأى مسمع من يعني الأئمة السياسيين والأئمة الدينيين في إيران أو في العراق أو في غيرها، ثم يطلب من المسلمين أن يصمتوا وأن يسكتوا، وإن رد عالم منهم المتهم بأننا نحن الذين نشعل نار فتنة. فلا بد فعلا من أن يكون هنالك يعني تدخل واضح من العقلاء والحكماء، وأنا خاطبتهم قلت لا بد من تدخل الحكماء والعقلاء هنا أو هنالك لإطفاء نار فتنة لا نريدها أبدا لبلدنا أو لأمتنا أن تشتعل. ثم لقد عاشت الأمة أستاذ الكريم، عاشت الأمة قرونا طويلة، عاش أهل السنة مع الشيعة، لم يحدث أبدا تصادم ولم يحدث خلاف. فليبقى الخلاف فكريا، وليبقى الخلاف بين أهل العلم، عبر وأنا أرد وأنا أقول وأنت ترد بالضوابط بأدب الخلاف. أنا أقول دائما لو طرحت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. تعجبني عبارة أبي حامد الغزالي رحمه الله، وهي عبارة تكتب بماء الذهب، يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وأسأل الله أن ربنا يصلح حوال الأمة جميعا. في نفس القضايا مش بكفاية كده؟ عاوزين ندخل في مش بكفاية كده ولا إيه؟ اتفضل. مش بكفاية أستاذ جمال؟ ما سألش. نعم كفاية كده ولا إيه؟ لسه عاوزين بقى. السلام عليكم فضيلة الشيخ. طيب بس عشان أنا ما كنتش أعرف من الحقيقة كده خلاص. والله أنا مستعد أجي لقاء تاني. ماشي مستعد. أنا أختصر الباقي. اتفضل يا باشا. طبعا حضرتك فضيلة الشيخ بتؤمن إيمانا كبيرا أن العمل الدعوي يعني متداخل مع الأحوال السياسية في البلد، وأن الداعية الفطن هو الذي يعني يوظف الدعوة في استقرار البلد. نعم. لكن ما حدث من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب عندما قال غزوة الصناديق، هذا المصطلح الذي أثار فئات طوائف كثيرة جدا. نعم. وأغضب الناس حتى من السلفيين والدعاة. نعم. ألا ترى أن هذا يعني أنا آسف في المصطلح يعني ينم عن ضيق أفق لبعض الدعاة عندنا، وأنهم ينبغي أن يراجعوا أنفسهم ويعني يكونوا أكثر اطلاعا على الواقع أكثر. نعم. استكمالا للسؤال عشان وقت فضيلتك، ما قاله ما أثاره الشيخ يعقوب، أنا أعرف أن حضرتك رديت عليه وتحدثت معه، ولكن استكمالا للحوار، الحديث الآن عن هدم الأضرحة، نعم، على التوعد بهدم ضريح سيدنا الإمام الحسين وسيدنا نفيسة، الحديث عن أن مسجد سيد البدوي والسيد إبراهيم الدسوقي هي منابر كفر أو أماكن كفر في الدلتا، حتى أن شيخنا الإمام الأكبر رد وقال اسألوهم هل الصلاة في الروضة الشريفة حرام أم حلال؟ فإذا قالوا حرام قلهم حلال، قلهم إن فيها مسجد، لا نتحدث عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها قبر أبي بكر الصديق وقبر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين. نتحدث عن اعتداء على قبطي بقطع أذنه، نتحدث عن الاعتداء على أو التهديد بالاعتداء على غير المحجبات بإلقاء ماء النار عليهم، نتحدث عن ضرورة عودة المرأة إلى بيتها فهذا هو الأولى، نتحدث عن عدم دخول المرأة إلى المجالات العامة، نتحدث عن الأقباط والجزية. فهو ما جمعته في قضية تغيير المنكر وإقامة الحدود ومسؤولية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيف يمكن أن نتصدى لدعاوى تغيير المنكر بالقوة حتى لو لم تكن صاحب هذا الحق. أود بداية أن أبدأ من جزئية أن بعض وسائل الإعلام قد اتهمت وأصدرت الحكم دون أي بينة في كثير من هذه القضايا المثارة أو المطروحة.
وسوف تثبت التحقيقات الأخيرة في الضريح الذي أحرق في تلا أن الإسلاميين، ولا أقول السلفيين، أن الإسلاميين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بإلقاء زجاجة مولوتوف على هذا القبر في صلاة الفجر والمسلمون يصلون الفجر. وقد اتصلت فعلا مع إخواننا في تلا، وحدثني أخونا الشيخ سليمان الصياد وهو عضو في لجنة الفتوى، وأنا أحببت وأنا كنت أعلم أني سأسأل هذا السؤال، وأحببت أن أتأكد بنفسي وأنا في الطريق إلى حضراتكم، واتصلت بفضيلة الشيخ الصياد وهو عضو في لجنة الفتوى وهو واعظ في قرية تلا، وأخبرني بأنه لا علاقة أبدا للسلفيين ولا حتى الإخوان المسلمين بقضية حرق هذا الضريح. فأنا أقول لا ينبغي يعني أن نتهم وأن نصدر الأحكام في آن واحد. مسألة حرق 8 أضراح هذا ما دليله؟ هذا لم يقع أبدا، لم يحدث. ما هي تلقى إشاعة وتتناقلها جل وكالات الأنباء أو وسائل الإعلام إلى أن تصبح من كثرة تكرارها حقيقة مسلمة وواقعة قد وقعت بالفعل على أرض الواقع. ثم مسألة قطع الأذن، التحقيقات تثبت أنه لا علاقة إطلاقا للإسلاميين بهذه الحادثة. وقضية حرق وجوه الأخوات المسلمات اللائي لم ينتقبن بماء النار هذا سفه، وهذا كلام لا قدم له ولا ساق، لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم لواقع على الإطلاق. هذا لم يحدث أبدا يا إخواني. والقضية الثالثة إنهم هشموا رأس صبي سنه 12 سنة، راجل سلفي لأنه بيصليش الفجر. في بيوت السلفيين من أولادنا من لا يستطيع أن يصلي الفجر. فهذه اتهامات الحقيقة وتفزيع بصورة مروعة وبصورة مرعبة. وأنتم تعلمون يعني أنتم أدرى مني بمن يقف يعني وراء هذه الفزاعات الجديدة للالتفاف على يعني منجزات وهذه الثورة المباركة التي حققتها إلى الآن. يريد هؤلاء أن يعيش مجتمعنا حالة من الفزع وحالة من القلق وحالة من الرعب. السلفيون هم أول الناس الذين يعلمون أن الإسلام العظيم قد وضع لهم ضوابط واضحة محددة، ووضع لهم فقها ساميا لتغيير المنكر. ليس من حق أي أحد أن يغير المنكر كيفما استطاع في الوقت الذي يريد وبالكيفية التي يريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد له ضوابط، التغيير باليد له ضوابط. مشكلة مباح لكل واحد كده يغير بيده مهما كانت النتائج المترتبة على هذا التغيير. سأقول لكم كلاما الآن يحتاج منكم جميعا معذرة إلى تركيز شديد جدا، لأنه كلام راق جدا، وهذا أصل من أصول المنهج السلفي. يقول إمامنا الكبير ابن القيم لله ضره: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. حاضر. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي، ولا زال كلام الشيخ ابن القيم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. يجي طالب من طلابنا ولد من أولادنا يقول لي: يا شيخ كانت مرحلة استضعاف لا يقدر على التغيير. لا، خلي بالك من الكلام الغالي اللي جاي ده. بقول: ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم،
لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هذا معتقدنا معذرة الذي ندين به لله تبارك وتعالى في قضية تغيير أي منكر سواء صغر أم كبر. ثم أنا أتساءل سؤالا واقعيا: ألم يدخل الصحابة وعلى رأسهم عمرو بن العاص إلى مصر، وهذه الآثار الفرعونية والقبور الفرعونية والتماثيل موجودة في مصر من يومهم إلى الآن؟ لماذا لم يدمر الصحابة على رأسهم عمرو هذه الآثار؟ إنه فقه التغيير، إنه فقه التغيير. فأنا أقول يا إخواني الحقيقة أنا أرى ظلما بشعا جدا في هذه المسألة، لأن من أدبيات المنتسبين إلى المنهج السلفي أن تغيير المنكر، خلي بال حضرتك، لا يجوز إن كنت قادرا على تغيير منكر بكلمة طيبة، لا يجوز لي أن أغير هذا المنكر بكلمة فاحشة. ده أصل. تصور حضرتك أنا كنت أمس أو أول أمس في شبرا في محاضرة، يعني كما يقولون لي كان حضور أكثر من 400,000، وكنت أتحدث في هذه القضية بين شبابنا، وقلت يا إخواننا تغيير المنكر ده له أصول، له ضوابط. وذكرت هذا المثال، قلت يعني الأخ اللي واقف أمامي ده في الزحام، لو أنا قلت له عاوز يقعد وأنا أرى أن وقوفه منكرا، أنا أرى وقلت كده في المحاضرة وهي مسجلة، قلت له اجلس يا حبيبي، ما جلس، قلت له اجلس يا أخي، لو أنا أرى أن جلوسه سيتم بهاتين اللفظتين يحرم علي أن أقول له ما تجلس يا غبي، يحرم علي، لا يجوز. يعني فضيلة الشيخ وأنت رجل خبير إعلام واهلا وسهلا بيك، صحيح 84 يعني عواجيز يا استاذ. لا ما لسه هكمل، لازم اكمل دي بتاعتك انت. طيب انا بعد اذن حضرتك نريد اجابات محدده واضحه جليه لا تقبل اللبس في جميع النقط اللي اثرها الاستاذ جلاء تحديدا، لانها ليست على سبيل المثال وانما هي نقاط حصريه. ارجو من سيادتك مشكورا عشان تساعدنا على بلور ده للراي العام. الم يكن ما ذكرته واضحا؟ سيدي طيب. هو واضح، ولكن نريد إجابات تلغرافية محددة، وأنا أعلم أنك تستطيع ذلك. ابعت التلغراف وأنا أرد عليك. الأستاذ جلاء قال لك قول يا أستاذ. قول يا أستاذ. القبور لا لسه نعم. في سؤال لم يجب عليه فضيلة الشيخ، اللي هي قضية مهادنة السلفيين للنظام واتهامهم بأنهم عملاء لأمن الدولة. أتصور أن يعني هذه التهمة فيها من الظلم ما فيها. كلكم يعلم أن كثيرا من المنتسبين إلى المنهج السلفي كان مكبلا في التحرك للدين وللدعوة، وهذا لا ينكره أحد، ومنهم من سجن، ومنهم من ظلم، ومنهم من عذب، ومنهم من سب بأمه وأبيه. والله الذي لا إله غيره أنا لا أبالغ. والحقيقة أنا الظرف الحالي يحتم علي لأصول تربيت عليها في بيتي ألا أجرح في من مضى. أنا لا أحب هذا في مرحلة استضعاف لأي أخ، لا أريد أن أذكره أو أن أنكأ جراحه، خلقي يعني يملي علي هذا، لكن سأكتفي فقط بأن هذا اتهام فيه من الظلم ما فيه. وأنا حين كان يتقدم بعض إخواننا ليرى أن النظام يعني منهم من كان يسمي مثلا الرئيس أميرا للمؤمنين، والله لا أتهم في نيته والله. وهناك من لا زال إلى هذه اللحظة يقول بأن هذا خروج عن، حتى أنا قلت له هو فين الحاكم أصلا، هو فين؟ ومع ذلك قلت له والله لا أتهم نيتك. خلاص أنا ليس من حقي أن أتهم النيات، النوايا أمرها لله عز وجل، فأنا لا أريد الحقيقة يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر الجميع. هدم الأضرحة في إيجاز لا يجوز. أنا صرحت الآن في كلام واضح، أنا لا أدري لماذا لم تلتقط الرسالة وأنتم أهلها. نعم. الحديث عن الأقباط والجزية، أنا عارف أنك حدثت عنها بس إيجاز يعني رسالة
إن شئت أن تسمي الجزية في حالة الخلافة الإسلامية الراشدة التي تتولى الدفاع عن الأقباط الذين يعيشون كمواطنين في الدولة المسلمة، فتأخذ منهم الجزية بمفهومها القديم أو الضريبة بمفهومها المعاصر في مقابل عدم انضمامهم للجيش والدفاع عنهم، فما الظلم والحرج في ذلك؟ لكن يبين هذا المعنى. ولماذا لا يدخلون الجيش؟ فلا، ده كان في الأول يعني الفتح الإسلامي، هذه الصورة لابد أن تكون واضحة. حين كانوا يدخلون بلدا إسلاميا كانوا يأخذون هذه الجزية الله يفتح عليك مقابل أن يقوموا بحماية هؤلاء. وسأضرب لك مثالا رائعا. حين فتح المسلمون بلاد الشام بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، وسمع أبو عبيدة أن الروم قد جمعوا جيشا جرارا للانقضاض على المسلمين، هل تعلمون يا أحبابي أنه أمر برد الجزية لأهل بلاد الشام، واعتذر لهم أنه لن يستطيع حمايتهم والدفاع عنهم أمام جحافل الروم، فرد لهم الجزية والمال المدفوع في مقابل الحماية، فخرجوا عن بكرة أبيهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الفهم الدقيق. نعم. ما زالت الديمقراطية بمفهومها الغربي، الديمقراطية بمفهومها الغربي نرفضها. كلام واضح. لماذا؟ سأجيب طبعا. إن كان المفهوم الغربي للديمقراطية حكم الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب، أو حكم الشعب بالشعب، أو إرادة الشعب إلى غير ذلك، بعيدا عن منهج الله ومنهج رسوله، فنرفضه. إنما إن كان المفهوم للديمقراطية، ولا مشاحة في الاصطلاحات، إرادة الشعب وحكم الشعب بالشعب وفق المادة الثانية من مواد الدستور، فعلى العين والرأس. الله يفتح عليك. الحديث يعني ما زال في 3 أسئلة. سؤالين، سؤال لأستاذي. أنا والله العظيم، والله ليس هروبا بل أنا سعيد، لكن أنا لم أكن أعلم، فعندي موعد لناس أفاضل 3 أسئلة في أكتوبر الساعة 3 كثيرة جدا وبنضمط. وأنا مستعد أجي تاني. زميلنا مسيحي. أنا أحب يعني هذا المجلس أحب إلي من محاضرات كثيرة، لأنكم هتنقلوا للملايين. فأنا مستعد الآن لو هتعملوا لقاء تاني آجي. زميلنا مسيحي. أهلا. ويريد أن يسأل فضيلتك سؤال. تفضل. السؤال ده كان مهم بالنسبة لي. ميلاد. السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت بتفرج على التلفزيون، فجت الاعلاميه اللي هي رولا خالصه، فقالت ان انا دعيت الشيخ محمد حسان اكتر من مره وما رضيش، قال انا ما بقعدش مع سيدات يعني. نعم. فالمهم انا قلت ماشي، يعني دي حرام، ماشي، هو نعم يعرف انه ده حرام. فجيت بعديها بيومين لقيت الشيخ اللي هو بتاع الاسلام، الجماعات الاسلاميه ده، اللي هو حاجه زهدي كده او كمال زهدي او حاجه زي كده، كرم زهدي، لقيته قاعد معاه. فانا اختلف على الامر، طب هو حرام ولا مش حرام؟ طب لو هو حرام الشيخ محمد حسان ما وافقش ليه؟ ولو مش حرام لو هو مش يعني لو هو حرام الشيخ زهدي ليه وافق؟ ولو هو مش حرام طب الشيخ محمد حسان ما جاش ليه؟ انا على اي حال حضرت لقاء في قناه المحور مع الأستاذ سيد علي، أستاذ هناء السمري، وأنا أقولها يعني بكل صدق ووضوح. أنا جلست هذا اللقاء للظرف الذي كانت تمر به بلدنا، وحيث أننا كنا نفتقد قناة الرحمة، ولا أجد منبرا دعويا لأنقل فيه رسالتي التي كنت أود أن أنقلها لأهل مصر. وأنا لا أرى، أنا شخصيا كمحمد حسان لا أرى في ظل الظروف العادية حاجة ولا ضرورة أن أجلس مع يعني سيدة فاضلة وأخت فاضلة، ما دام البديل عندي موجودا لرجل مذيع أستطيع أن أطرح من خلاله ما أريد، ولا أجد في ذلك حرجا ولا حياء. نعم. السؤال الثاني الأستاذ أحمد الأحمر، وهو المحور الأخير في الكلام، كان بصدفة السؤال يعني المحور اللي هو تجميع. اتفضل الشيخ محمد حسان. طبعا في نقطة دلوقتي أنا في إجازة عايز أوضحها لحضرتك أو حضرتك توضحها لي. دلوقتي إحنا انقسمنا سلفيين وإخوان وعلمانيين. دي أحلى نقطة يا أبو حميد، أحلى نقطة دي والله.
تمام. النقطة ديت ازاي احنا مسلمين وحضرتك بتدعو للإسلام وبتدعو للوحدة الإسلامية ووحدة كل المصريين تحت مصر. صحيح. ازاي ما ندعيش المسلمين ان احنا اخوان او سلفيين او ايا كان المسمى لدوت، لان احنا نبقى كلنا حاجة واحدة. ليه عملية التفرقة دي نقطة. النقطة الثانية، هل حضرتك شايف ان سلفيين واخوان وعلمانيين ده بداية ان احنا مصر هتبقى زي لبنان او ايران شيعة وسنة؟ جميل. هذا يعني من أهم الأسئلة الحقيقة اللي طرحت في هذا اللقاء. نعم. وسأجيبك بكلام يعني أغلى من الذهب. الله يكرمك. أنا هذا الكلام لشيخنا ابن القيم، إنما لو كلامي والله ما يساوي شوية تراب. نعم. الله يكرمك. أقول لك في كلام بديع يا أخ أحمد، وأود لو أسمعت يعني كل شبابنا على اختلاف أطرافهم هذا الكلام. يا الله، يقول: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. ما تقولش فلان ولا علان ولا تتعصب ولا تتحزب. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. لا سلفية ولا إخوان ولا تبليغ ولا أنصار سنة ولا شرعية. أقسم بالله أنا بصرخ بقالي سنين، بصرخ بقول تعالوا نسقط كل هذه الرايات، نسقطها ونرفع راية واحدة هي راية الإسلام. تعالوا لنتخلى عن كل هذه الحزبيات والجماعات والانتماءات، لنشرف بالانتماء إلى جماعة واحدة هي الجماعة الأم، هي جماعة المسلمين. هذا أنادي به من عشرات السنين، منذ أكثر من 30 عاما وأنا أنادي بهذا، وأشرط الكاسيت تثبت ما أقول الآن. أنا لا أقر هذا التشرذم والتنازع والتهارش. قد يحتج عليه البعض ويقول يا شيخ كان فيه الأنصار والمهاجرون وكان فيه أهل الصفة وكان فيه أهل بيعة الرضوان، كل هذه المسميات كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أقول نعم، لا حرج، لا مشاحة في وجودها إذا كان الوجود ليس سبب خلاف، إذا كان خلافه خلاف تنوع، خلافا يثري العمل وليس خلاف تضاد. إنما الخلاف الموجود الآن بين هذه الجماعات خلاف تضاد وليس خلافا يثري العمل ويثري الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسميات حين تحولت إلى نعرة، حين نادى المهاجرين وقال يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري وقال يا للأنصار. قال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، والله إنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فأنا لا أقر أبدا هذه التشرذمات وهذه التجاذبات والتنازعات، وأدعو الجميع أن نلتقي في تحت راية واحدة إلى راية الإسلام. وأؤكد أنه لن يحدث هذا آلية التنفيذ اللي كان بيسأل على الأستاذ حمدي والأستاذ مجاهد. آلية التنفيذ أن يتقدم الأزهر، آلية التنفيذ أن يتقدم الأزهر وأن يملأ هذا الفراغ وأن يحتوي ويدعو العلماء والدعاة والمؤثرين في كل هذه الأطياف وفي كل هذه الجماعات. أنا طالبت في بعد أول أيام الثورة وأنا أقدم ورقة عمل للمجلس الأعلى ولإخواننا الأفاضل، والورقة دي موجودة الحمد لله على قدر يعني عجري وبجري قدمتها من باب الحب لهذا الوطن وهذا البلد. طالبت بأن تشكل هيئة لكبار العلماء بقيادة أو برئاسة والدنا شيخ الأزهر، هيئة لكبار العلماء لا تقتصر على علماء الأزهر وإلا هنقع في هذا الخلل اللي احنا واقعين فيه. إنما لو هيئة لكبار العلماء تشتمل على كل علماء مصر على اختلاف انتماءاتهم وأطيافهم، والعلم واضح بين، العالم يحتاج إلى من يقول هذا عالم أو هذا جاهل، بل له أدواته التي تقدمه وله تاريخه الذي يقدمه. فلينتقى هؤلاء في ظل هذه الهيئة الكبيرة للعلماء برئاسة الوالد الفاضل فضيلة الإمام حفظه الله، وبعدين تجلس هذه الهيئة لمناقشة أي نازلة وأي مسألة من مسائل الخلاف اللي بتعرض على الأمة،
تصور حضرتك لما تطلع فتوى موقع عليها 100 عالم من علماء مصر بما فيهم علماء الأزهر وعلماء السلفيين وعلماء الإخوان وعلماء الشرعية وعلماء أنصار السنة، قضية مذهلة والله العظيم لا يتوقع ثمرتها ولا نتائجها. ما فيش ابن من أبنائنا ولا شاب من شبابنا هينحرف بعد ذلك، لأن ده علماء الأمة ما يقدرش وإلا يبقى مخالف لإجماع هؤلاء الأفاضل في مصر. هذه الهيئة لو شكلت أنا قلت هي اللي تبقى أنا أرجو الله أن تكون مجلسا استشاريا حتى لرئيس الجمهورية، يبقى حلقة الوصل بين رئيس الجمهورية وبين الأحداث والنوازل وحاجات الشعب، هذه الهيئة اللي تشير عليه. لأننا الحقيقة أنا إلى الآن بأطالب أن يقدم رئيس الجمهورية أو أن يختار رئيس الجمهورية وأن يختار رئيس الوزراء له مستشارين من أهل العلم والدين. الله سبحان الله، لماذا يؤخر إلى هذه اللحظة أهل العلم وأهل الدين؟ لماذا لا يقدم أهل الفضل ليشيروا على أهل القرار وأصحاب القرار بما يرضي الكبير المتعال والعزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ مصر بلد مسلم ولا ينازع في ذلك أحد، ولو حكمت مصر بالإسلام والله العظيم سيشعر الأقباط كما كانوا طيلة السنوات الماضية بالأمن والأمان، لأن حمايتهم واجبة على المسلمين بنص قواعد هذا الدين العظيم. ألا تعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فسيشعر الجميع بالأمن والأمان بشرط أن يكون الإسلام دين الله تبارك وتعالى الذي ارتضاه البشرية هو الذي أو يقدمه للناس أهل العلم وأهل الحكمة وأهل العقل من العلماء الحكماء العقلاء الربانيين الذين تجمع الأمة تقريبا عليهم، سواء كانوا من الأزهر أو من غير المنتسبين إلى الأزهر. لا عشان بس الأسئلة والساعة. فضيلة الشيخ، المسيحيون في مصر المسيحيون في مصر لديهم تخوفات من الجماعة السلفية بعدما وقفوا أمام مجلس الدولة للمطالبة بفتح ملفات الذين دخلوا الإسلام مثل كاميليا شحاتة وغيرها. هل هناك تقارب من السلفية مع الكنيسة مثلما دعا ذلك الإخوان أو يسعون لذلك بفتح حوار مع الكنيسة؟ نعم، نحن لا نرفض أبدا هذا الحوار. أنا أتكلم عن نفسي، لا أرفض أبدا الحوار مع أي جهة، مع الأقباط أو مع الليبراليين أو مع من ينتسبون إلى المنهج الصوفي. يجب أن يكون الحوار مفتوحا ومبنيا على الأدب وعلى الاحترام، وأن يسمع كل واحد منا الآخر في إطار الحدود التي ذكرتها الآن في حوار النبي مع عتبة ابن ربيعة. فلا مانع على الإطلاق من هذا الحوار. ثم أقول السلفيون بفضل الله تبارك وتعالى هم الذين حموا الكنائس في الأسكندرية أيام الثورة وفي المنصورة وفي القاهرة، وكذلك الأقباط لا يستطيع أحد، وأنا صرحت قلت ليس من الشرع ولا من العقل أن يقال دي بلدنا واللي مش عاجبه يطلع، لا، بل قلت الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. مصر ملك للأقباط وملك للمسلمين، مصر ليست ملكا للمسلمين دون الأقباط، هذا خلل وظلم لا نقبله ولا يقبله أي مسلم على وجه الأرض. فليبقى الحوار بيننا بين جميع أطياف هذا المجتمع المصري حوارا مهذبا مؤدبا بلا اتهامات وبلا سوء ظن بالآخرين. لماذا أنطلق في حواري معك من منطلق سوء الظن؟ لماذا أتهم نيتك؟ ولماذا تسيء الظن بي وتتهم نيتي؟ فلنتحاور فيما بيننا بأدب وإجلال وتقدير واحترام للآخر، ولندع في النهاية الحكم في أي مشكلة من المشاكل لشعبنا المصري الذكي العبقري الذي لا يستطيع عالم مهما كان وزنه ولا حزب مهما كان قدره ولا جماعة مهما كان تشكيلها ووجودها أن تضحك على هذا الشعب أو أن تخدعه. نعم. في غاية الأهمية، أنا ما أجيش أستنى يومين أو 3
وبعدين ارد اقول والله السلفيين ما لهمش دعوه ولا لهم علاقه بالحكايه اللي حصلت، او الصلبان اللي بتتكسر، او النار اللي بتترمي على المحجبات، او انا طالبه مسيحيه هي قالت لبنتي في المدرسه بكره خلي بالك ما تجيش عامله شعرك عشان في كذا. طالبه مسيحيه هي اللي بتقول لها، بتسالني قلت لها يا بنتي انا ما اعرفش، دخلت على النت فعلا لقيت الرساله. ففي تاخر في الرد من الحركات الاسلاميه على ما يثار من مثل هذه الاشاعات، وهذا تقصير يجب أن يزول في المرحلة. بصراحة أنا أول مرة أشوف صحفي الجمهورية إرهابيين في الطرح. دي مسؤوليتك عشان في إرهاب. على أي حال أنا متفق مع حضرتك يا أستاذ مجاهد إنه فعلا في تأخير، والسبب أنا ذكرته إن ما فيش تنظيم، فيش كيان منظم للعمل السلفي. لا استحي من أن أعلن هذا. يعني إخوان جماعة الإخوان يواكبون الحدث ويتكلمون بأسلوب واضح ومنظم وراقي وفهمين للواقع والفقه المرحلة. أحيي هذا لا أنكره، بل قلت يعني ربما يعني يكونون إذا لم يوجد الآن من يتقدم ربما يقدمون لأنهم أجدر من الناحية التنظيمية إلى غير ذلك. فالعمل السلفي قد يتأخر مع الاتهامات التي تكال إليه الآن في الليل والنهار، لأنه لا يوجد له منبر واحد ولا يوجد له كيان منظم واحد. لكن أما أنا شخصيا حقيقة لا أتوانى ولا أتأخر بفضل الله. يعني ما من قضية من القضايا ولا جزئية من الجزئيات لو تابعت ستجدني بفضل الله على شاشة الرحمة أو غيرها في نفس اليوم أواكب الحدث بما أستطيع أن أبذله وأن أقدمه موضحا للحقيقة وللصورة. فضيلة الشيخ، أنا أكثر من يعني رسالة أنك على موعد وأننا تأخرنا، ولكن حقيقة في أكثر من زميل يريد السؤال، فحتى لو نسأل وإحنا ماشيين علشان فضيلة ماشيين مش هنوصل الطبر هو بس أنا بس يعني في نهاية اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حسان، شاكرين له تفضله، وعلى وعد بأن يكرر الدعوة للقاء كبير، لأن كل زملائنا في المؤسسة عاوزين يكونوا في جلسة معك، فإن شاء الله على وعد. وإحنا نشكرك جزيلا وجزاك الله عنا كل خير. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. شركة